مساء الخير والفل على حضراتكم في كل مكان. اسأل طبيبك وحلقة جديدة. عندنا فقرتين مهمين النهارده. الفقرة الأولى هنبدأها عن شيء أساسي ومهم الناس كتير قوي، الأسنان ومشاكل الأسنان المختلفة. أي واحدة أو أي واحد بيبقى عندها مشكلة أو عنده مشكلة في أسنانهم، ده بيسبب لهم إحراج جامد قوي، وبنلاقي في بعض الأحيان ناس ما بترضاش تضحك او بتتكسف ان هي تضحك علشان ما يبانش العيوب اللي في اسنانها، خاصه لما تبقى في الاسنان في الفك العلوي او الاسنان العلويه. بعض الاحيان ما بيرضوش يضحكوا، وفي احيان تانية بيحطوا ايديهم على بقهم، بيبقى احراج جامد قوي. وبعدين في ناس بتظن انه ما فيش حلول او ما فيش علاج للموضوع ده، في حين انه التكنولوجيا اتطورت بشكل كبير وبقى في حلول سريعه ومرضيه وجميله لموضوع مشاكل الاسنان وخاصه الفك العلوي من الفم. هنناقش النهارده موضوع علاج الاسنان وازاي نجملها ونحسنها ونبتسم عشان ننبسط وابتسامتنا تبقى اجمل ابتسامه في الدنيا، مع ضيفنا اللي معانا النهارده في فقرتنا الاولى دكتور شادي علي حسين، مدرس علاج الجذور في كليه طب الاسنان جامعه عين شمس، ودكتوراه علاج الجذور جامعه عين شمس، وزميل الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان، والمدرب المعتمد من الجمعيه العالميه لطب الاسنان الرقمي، وعضو الجمعيه الامريكيه لعلاج الجذور، ونائب رئيس الجمعيه العربيه لطب الاسنان الدقيق. اهلا بيك دكتور شادي. دكتور شادي، اعتقد انه المشاكل اللي ممكن تصيب الاسنان وخاصه الفك العلوي من اعوجاج بقى او في فروقات او تشوهات في الاسنان ممكن تصيب ناس كتير بالخجل والاحراج، صح ولا غلط؟ اكيد. هي دايما الحقيقه الناس ما بتبقاش عارفه امتى تروح لدكتور السنان او ايه اللي ليه علاج وايه اللي ملوش علاج. دايما ساعات مثلا حد يبقى عنده تشوه زي ما انت قلتي كده في سنه، يبقى عنده سنه شكلها مش حلو، ممكن تبقى حاجه بسيطه جدا، يبقى سنه ولا سنتين ولا 3 سنين، حاجه في وسط السنان، يبتدي يبقى ده مسبب له مضايقه نفسيه جدا، ويبتدي ما يبقاش فاهم الفرق ما بين ان انا عندي اعوجاج السنه اتجاهها معوج، او ان السنه شكلها او لونها مش عاجبه. تمام. فاتجاهها معوج دي بيبقى حلها ممكن التقويم، انما شكلها مش عاجبني او لونها مش عاجبني، في الحاله دي لازم ان انا اغير شكل السنه دي. فدايما بيبقى زي ما اتفقنا قبل كده يمكن في الحلقه اللي فاتت ان انا عندي نوعين من التجميل. النوع ان انا اعمل اكستريم ميك اوفر زي الحلقه اللي شفناها المره اللي فاتت، البنوته اللي عملنا لها كل السنان الفوقانيه، او ان انا يبقى عندي سنه او سنتين فيهم مشكله. في الحاله دي دايما معظم الحلول او المرضى الحلول اللي بتطرح على المرضى ان هو يعمل فك بحاله او يعمل مجموعه السنان كلها اللي موجوده علشان خاطر يقدر يحل المشكله دي. دلوقتي لا، احنا نقول لهم لا، دلوقتي التكنولوجيا اتطورت، انا ممكن ان انا اعمل سنه او سنتين من غير ما يبان ان احنا عاملين حاجه خالص من خلال خطوات تكنولوجيه معينه بنمر بيها. هو فعلا في ناس ما بتبقاش عايزه تعمل الفك كله، مش محتاجه ان هي تعمل الفك كله، هي عندها سنه او سنتين. طيب خلينا نشوف او نعرف الحاجات بقى البسيطه اللي بتواجه الناس والمشاكل دي، ازاي ممكن يكون حلها يا دكتور؟ خاصه انت بتقول سنه، لو سنه او سنتين، لو في فرق مثلا بين سنتين بالظبط نعالجهم ازاي؟ فهو دايما العلاج بيبقى عن طريق ان احنا بندرس الحاله على الاشعه المقطعيه. ابتدي زي ما اتفقنا في خطواتنا في العلاج، ابتدي بعد كده ان انا احضر السنان واللثه، احضر اللثه الاول بالليزر، احضر السنان بالميكروسكوب، وابتدي نصمم بالكمبيوتر، ونبتدي بعد كده نقعد بقى لما يطلع لنا الكمبيوتر البورسلين النقي ده نقعد نلونه ونفنشه ونلزقه، ويبقى عندنا حاجه واو النو تايم، يعني في ساعه ممكن الشخص السنتين دول يخلصوا في ساعه، في قاعده كده يروح في مره يقعد مع الدكتور يخلص ساعه، شكل حياته بيتغير خالص. طب احنا كان عندنا حاله او تقرير تقريبا لحاله قد ايه الموضوع بسيط وقد ايه ما اخدش وقت والنتيجه كانت مذهله. احنا التقرير هيجهز معانا وهنروح نشوف التقرير مع الساده المشاهدين. جاهز معانا التقرير؟ يلا نروح نشوف التقرير. مشكلتي هي السنتين اللي قدام، ان هما بيضايقوني في ضحكتي، مش بعرف اضحك كويس، شكلهم مغير خالص شكلي، بس ما حبيت ان انا اعمل حاجه جديده في شكلي. كان في كذا فكره لتقويم البرد، الحاجات دي كلها وانا رافضاها تماما. اتفرجت على حلقات دكتور شادي وعجبتني جدا، وعجبني فكره ان هو بيذيع الحلقات لايف وبيشتغل شغله لايف، مش زي الناس التانية ان هي بتجيب صور وتركيبات وحاجات تانية مختلفه. فقررت اشارك في الحلقات واتواصل مع المركز واتابع مع دكتور شادي.
احنا عايزين بقى نعرف خطوات التعامل مع حاله زي دي بتكون ازاي، خطوه خطوه كده تقول لنا جات لك عملت لها ايه، الخطوات كلها. بصي، هي الفكره اول حاجه دايما لازم نشخص الحاله. تمام. لازم اعرف الحاله دي ايه المشكله اللي عندها. فدايما الوسيله القويه جدا في التشخيص هي الاشعه المقطعيه الثلاثيه الابعاد. ان انا بدخل العيان يبتدي يصور زي ما احنا شايفين كده، جهاز كده بيلف حوالين المريض، اعرف اللي احنا شايفينه ده. اللي احنا شايفينه ده ابتدي ان هو الجهاز يلف حواليه يصور لي السنان بشكل ثلاثي الابعاد. دايما الاكيرسي او الاتقان في الشغل بيجي منين؟ بيجي من ان انا اعامل كل حاله مهما كانت بسيطه ايوه بشكل مدروس طبقا لخطوات مدروسه، بحيث ان انا ما يبقاش لا المريض ولا الدكتور عندهم مفاجآت طبقا في العلاج. فبالتالي ببتدي ان انا اصور الاشعه المقطعيه الثلاثيه الابعاد عشان اشوف السنان دي اخبارها ايه، اتجاه الجذور بتاعها عامل ازاي، هل فيها مشكله ولا ما فيهاش، هل المريض ده اتخبط وهو ما يعرفش مثلا قبل كده وفي تحتها مشكله، هل في تسويس ما بين السنتين مش باين تحت اللثه. دي الاشعه اهي، دي الاشعه بالظبط المقطعيه، بتبقى شكل ثلاثي الابعاد، بشوف كذا مقطع للسنه، بشوف اللي تحت الجذور ايه، بشوف العظم بتاع السنان ايه. احيانا كتيره المريض بيقول لي يا دكتور طب انا ما فيش حاجه وجعاني. هو ده الفرق ما بين العمى والرؤيه. أيوة. ان انا ابقى شايف او ان انا ما ابقاش شايف. فان انا لازم اشوف حاجه، انت مش جاي لي عشان اشخص لك حاجه انت عارفها. ما انا ممكن تطلع حاجه تانية انت او انا وانت مش عارفينها، وتبقى بالزبط. حاجه مور سيريس. خاصه ان الاسنان ممكن يبقى فيها حاجات مشاكل كتير جدا من غير ما تعمل الم. بالظبط، من غير ما تعمل الم، لان معظم الالام المزمنه ما بتعملش الم. معظم الالتهابات المزمنه ما بتعملش الم. فبنبتدي بعد كده نشرك المريض معانا في الخطه العلاجيه. ابتدي بعد ما اشوف الاشعه المقطعيه وادرسها واشوف عنده ايه، وابتدي اخد له صوره 3 دي اشوف فيها ايه الوضع عنده. نبتدي نشارك المريض ما بيننا وما بينه بالخطه العلاجيه. اقول له لا ده انا هعمل كذا، اوري له الاول الاشعه واوري له الصوره. طبعا انا او التيم بتاعي طبعا تيم كبير، يبتدي ان هو يوري للمريض ايه المشكله عنده. ففي حاله يمكن نسرين كانت عندها المشكله ان هي عندها سنتين 2 بس. هي مشكلتها في سنتين 2 بس، والسنتين 2 بقى الاولانيين دول اللي في النص دول، اللي في النص. فهي نسرين كانت المشكله ان السنتين دول دايما تقول لي يا دكتور، حتى البروفايل تقول لي يا دكتور انا حاسه ان انا البروفايل بتاعي ارنب. تقول لي انا حاسه ان انا لما مفرقين كمان شويه من تحت. حاسه ان اكني ارنب، حاسه ان اكني السنتين ده. هي الفكره ان السنان اللي قدام دي الراونديشن او الانجلز بتاعت السنان اعلى من السنان اللي حواليهم، لافين للنص في الاتجاه في النص كده، راكبين على بعض في النص. هي ليها مقياس معين للجمال يا دكتور؟ طبعا. يعني ليه؟ يعني السنان البيرفكت خاصه الاثنين الاولين دول مقاييس الجمال فيهم بتكون ازاي؟ بصي، هو في حاجه اسمها السمايل ديزاين. السمايل ديزاين دي او اللي هو تصميم الابتسامه. تصميم الابتسامه ده بيبقى فيه كذا فاكتور. الفاكتور الاولاني بتاعه بيبقى اللثه وشكل اللثه والجويننج بتاعها اللي ما بينها وما بين الشفه. وانت بتضحكي لما الواحد يضحك كده الشفه ليها حدود مقياس معين. أيوة. الشفه لازم تبقى نازله لحد معين، واللثه ليها رسمه معينه، بحيث ان دي اول حاجه في البروفايل. بعد كده ابتدي ان يبقى السنان ليها رصه معينه، السنتين اللي في النص يبقى اللي فيهم سيمتريه، اللي جنبيهم ماشيين بالسيمتريه معاهم، الانياب تبقى ماشيه بنفس السيمتريه. فاحنا بنسميه السمايل فلاج او العلم بتاع السمايل اللي هو الاحمر، وبعدين البينك وهي الابيض. ايوه. فنبتدي ده بيتظبط. نبتدي ده عشان نرسمه لازم اول حاجه ابتدي ارسم الضحكه. ارسم الضحكه عن طريق ايه؟ عن طريق الليزر. فابتدي ان انا اظبط السنتين دول هم لافين، فبالتالي في ناحيه نازله عن ناحيه في اللثه. فانا عايز السيمتريه دي تيجي من اول اللثه، فابتدي ارفع اللثه من فوق في السنتين دول في جنب عن جنب. بالميكروسكوب نبتدي بالميكروسكوب نكبر، ونبتدي ان احنا نخش بالليزر نساوي اتجاه اللثه. فدي من اول خطوات العلاج، بتبقى الليزر مهم جدا اللي هو تشكيل اللثه زي ما احنا شايفين كده. ده الليزر بيبقى ده النضاره بتاعت الليزر، وده الميكروسكوب الجراحي اللي بيكبر لنا عشان نقدر نشتغل بشكل دقيق. ونبتدي نرفع اللثه من الناحيه وناحيه لا، يعني هو السنه لفه لجوه، فابتدي ارفع اللثه من ناحيه لناحيه لا. بعد كده نبتدي في التحضير. التحضير طبعا بالميكروسكوب بيبقى كميته اقل بكتير جدا من التحضير بالعين المجرده، لان التولز نفسها والادوات بتبقى اصغر بكتير، لان انا مكبر زي ما انت شايفه كده السنه اللي انت شايفاها قد عماره. فغير لما بتشوفي بعينك المجرده. ده ايه بتعملوا ايه ده؟
ده بنخشن سطح السنه من بره عشان هنلزق عليها قشره تجميليه تبقى ليها اتجاه مختلف زي اتجاه السنان اللي جنبيها. انا بس مجرد اخشن، هي البنت مش عايزه تحضر سنانها، مش عايزه تبرد سنانها، فاحنا بس مجرد بنشيل 1 ملم من السنه من بره اللي هي مجرد عشان احط القشره او العدسه التجميليه اللي على السطح بتاعها اللي تخليها الاتجاهات بتاعتها شكلها في سيمتريه والخط مستقيم مع السنان اللي جنبيها، اللي هو بسويها يعني بس بالقشره التجميليه. ان انا ما ينفعش اساوي عن طريق ان انا اكل من تحت، لا لازم ان انا احط قشره على السطح او عدسه على السطح من البورسلان. اذا اول خطوه بتكون الاشعه، ثاني خطوه بنظبط اللثه، ثالث خطوه احنا بنبتدي نحضر بالميكروسكوب السطح بتاع السنه. وتحضير الميكروسكوب ده فيه كميه ارت كبيره جدا. فن طبعا. ليه؟ لان هو انت بتبتدي شايفه نقرر اللثه ازاي، واللثه از نوت تاتشد، ما بتلمسش اللثه. بنبتدي محضرين اللثه زي ما انت شايفه كده، محضرينها بالليزر، وابتدي ان انا احضر سطح السنان بالميكروسكوب بشكل دقيق جدا، كميه قليله جدا بتتشال بالسطح ده. او شايفه الجويننج ده اللي بنتحضر ما بين السنه واللثه، هو ده مهم جدا وبيتفنش. ليه؟ لان ده هو اللي بعد كده هيلزق عليه القشره دي طول العمر، ما تعملش التهابات، ما تحسش ما يبقاش في حساسيه بعد ما تتلزق، ما يبقاش في اي نوع من انواع تراكم الاكل ما بين الفراغ اللي ما بين اللثه وما بين الريستوريشن لو التحضير ده ما اتعملش بشكل مظبوط. ويتفنش ويتحضر. يمكن هي تبين للمريض حاجه بسيطه، هي ما بتاخدش وقت وبسيطه وما بتوجعش ولكن هي فيها جزء كبير جدا وجزء عالي جدا من التكنولوجيا اللي لازم تتعمل بدقه شديده مع تعامل خبير جدا مع تكنولوجيا كبيره جدا. ده مليمترز يعني ملي. هو ملي بالظبط. يعني ملي يتشال من السنه، كميه قليله جدا وحاجه لا تذكر. اعمل الليزر، اعدل الاول. انت عارفه لازم ابقى عارف انا رايح فين، يعني مش اتس نوت ذا تول برضه، يعني هي لازم ابقى عارف انا رايح فين في اللثه. يعني انا عندي زي ما اتفقنا، انا عندي تخيلي ان اللثه دي لفه كده، ايوه، فانا هبتدي اخد الجزء ده من اللثه عشان اديها الحق ان اللثه الاول اتعدلت، ان السنه اتعدلت. بعد كده ابتدي احضر السنه 1 ملم واحط عشان احط عليها بقى فيوتشر لامينيت او فينير او القشره التجميليه او العدسه التجميليه على السطح. لازم بتتحضر الاول الحواف بشكل دقيق جدا بالميكروسكوب في محيط معقم جدا طبعا. يبتدي ان ده احط عليه الديزاين. لما اجي اصور بقى بعد كده بالكمبيوتر، وده اللي هنشوفه دلوقتي، يبقى الكمبيوتر تصميم السنه بقى اللي هتتركب بالظبط بالكمبيوتر. الكمبيوتر لازم اجايد كمان، لازم اقول له انت رايح فين. فلازم عشان كده التحضير، الدراسه بالاشعه المقطعيه، التحضير بالميكروسكوب مع الليزر هيخلي الكمبيوتر يعمل لي بروبوزلز لطيفه. فيبتدي الكمبيوتر بقى بعد كده نصور له بالاشعه الكاميرا الليزر ثلاثيه الابعاد تعمل لي الموديل، وابتدي نعمل عليه السنه اللي شكلها جميل اللي هناخدها بعد كده نفنشها بقى. هنروح نشوف التقرير كمان بتاع تجهيز الاسنان بالكمبيوتر ونرجع نكمل كلامنا. اتفضلوا. دلوقتي احنا بنصور الفك العلوي، بناخد المقاس الضوئي الاوبتيكال امبريشن للفك العلوي، ودي طريقه طبعا غير الطرق التقليديه بتاعت المقاسات اللي كنا بناخدها زمان، ان احنا بناخد مقاس بعجينه وبعد كده بنوديه المعمل ويصبه ويبتدي يعمل لي عليه الحشوه بتاعتي او الطربوش او ايا كان نوع التركيب عامل ازاي.
عايزين بقى شرح مفصل على اللي احنا شفناه دلوقتي ده. هي الفكره ان احنا زي ما احنا شفنا كده، انا حضرت بالليزر، حضرت بالكمبيوتر بالميكروسكوب الاول سطح السنه، نبتدي بقى نصور الجزء بتاع السنه ده، السنه المتحضره دي اصورها بالليزر وبالكمبيوتر. يبتدي الكمبيوتر يعمل لي موديل ثلاثي الابعاد في شكل اللثه الجديد، في شكل السمايل. ساعات بنحط وش المريض على السنان دي عشان نشوف شكل المريض والسنان على وشه شكلها عامل ازاي بشكل ثلاثي الابعاد، يعني اقلب صوره الوش دي لصوره ثلاثيه الابعاد وابتدي احط عليها السنان واشوف الشكل في الاخر هيبقى شكله عامل ازاي، ونظبط الفينيرز دي او القشره التجميليه دي للسطح اللي احنا شايفينه. احنا ما شلناش يعتبر من السنه حاجه، 1 ملم از ناثينج. العيان ما عندوش حساسيه حتى وهو متحضره السنه، ما يعتبر شلت كميه قليله جدا. وبعد كده ابتدي ادي اوردر للكمبيوتر على الديزاين اللي انا عملته ده، يا كمبيوتر لو سمحت برنت مي ذيس ديزاين، ان اطبع لي الديزاين ده على البيور بورسلين، على البلوك البيور بورسلين، يطلع لي القشره. الماتيريال بتبقى بورسلين؟ بتبقى بورسلين نقي، ماتيريال معينه مخصوصه معموله للجهاز بتاع الكمبيوتر ده. درجه الشفافيه بتاعتها بتبقى عاليه جدا، درجه النقاء والاحتمال بتاعها بتبقى عاليه جدا، 95% زي السنه الطبيعيه. فاللي انا شلته من السنه انا حطيته بس بشكل معدل بقى. بالظبط. يعني نفس ماتيريال السنه وعمرها ما تفك، عمرها ما يحصل لها حاجه، اتس جارانتيد فور 15 years. طب الشفافيه، عشان في ناس ممكن تقول طب هي سمكها قد ايه؟ ما هو السنان الطبيعيه محتاجه ان يوصل ليها ضوء برضو او تبقى الى حد ما في وضعها الطبيعي. بتعدي الاضاءه عشان تبان طبيعيه، لازم تعدي الاضاءه. فهي مهما كانت درجه سمكتها بتعدي الاضاءه، لان الماتيريال دي جلاس، بنسميها جلاس سيراميكس او نوع من انواع السيراميك الزجاجي. تمام؟ دي نمره واحد. نمره اثنين، الفينيرز دي بتبقى التخانه بتاعتها من 0.3 ل 1 ملم، يعني من 3 من 10 من الملي لحد 1 ملم. احنا يعني ورقه سيجاره، رفيعه جدا فزي العدسات بتاعت العينين نفس السمك بتاع عدسات العينين. لا دي تبقى يعني فيري ثين، وبتتاخد تتلزق بقى على سطح السنه. بس لازم طبعا الكمبيوتر يطلع لي الشكل واللون وكل حاجه حلوه، بس لازم انا اخدها بقى، ابتدي ان انا اشكلها بقى وتلمعها، الون. في رتوش، في هنا حته بيضه، في هنا حته بني زي السنان اللي جنبها بالظبط، لان في الحاله دي انا بريبير لوحه، يعني انا بالزبط. عندي لوحه وبكملها، انا مش بعمل لوحه من اول وجديد، فانا بعمل سنتين. ففي الحاله دي انا لازم ان انا اخليهم ميميفاين او يضاهوا بشكل كبير جدا او بشكل 100%، ان ما حدش يقدر يفرق ان السنتين دول معمولين والباقي مش معمولين. يعني بتبقى نفس لون الاسنان وكل. لو واحد مش عايز يبيض اسنانه مثلا بتعملها له نفس اللون؟ نفس اللون. ما هي دي ما بيضتش، نفس اللون بتاع السنان عاجبها، هي شكل السنان كان مضايقها تجاههم وشكلهم ان هم شكلهم برميلي كده زي الارنب والكلام ده كله، كان مضايقها جدا، فعايز تعمل سنتين اتنين بس. فهو ده اللي احنا حضرناه، وهو ده احنا عملنا له ديزاين، وهو ده اللي هنخرطه بقى من خرطناه من البلوك. هنبتدي بقى دلوقتي ناخد السنتين اللي في النص دول وناخدهم، نبتدي الاول نعمل لهم بوليشنج ونلمعهم عشان يبقى ليهم درجه لمعان، درجه لمعان بالظبط زي السنان الطبيعيه. وبعدين امسك الفرشه وابتدي، هي عندها ابيض في السنان اللي جنبها، ابتدي امسك حتى ده هتعملوه بنبتدي نعمل الحته دي بيضه بالظبط، زي برسمها بالظبط، وتخش الفرن تبقى 5 مينتس، تبقى اللون ده ثابت فيها طول العمر. واخدها بعد كده الزق القشرتين دول، قشره زي ما انت شايف رفيعه جدا زي اللانسز بتاعت العينين، نبتدي ناخدها نلزقها على سطح السنتين دول. طبعا هي بتبقى هي والسنه خلاص حته واحده، مفيش اي اختلاف ما بينها وبين السنه وعمرها ما تفك. نبتدي بعد كده نعملها بالالترا فايولت. ده مش ليزر، اللي في الاول هو اللي كان ليزر، ده عباره عن حاجه ضوء ازرق بينشف ماده اللزق بتاع يعني دي. طبعا في صم بيبل بيقولوا ان ده ليزر، لا ده مش ليزر، ده نوع من انواع الضوء اللي بتبقى حساس لماده اللزق، غير الليزر اللي احنا شفناه في اول الحلقه اللي هو اللي شكلنا بيه اللثه. بس انا عاجبني قوي ان انت حتى اللي اسنانها فيها نقط بيضاء قعدت تعملها لها نقط بيضاء زي بالظبط، نقعد يعني اتس فيري اكيوريت. ما هو ده شغل الميكروسكوب. هي مش عايزه تبيض، هي عايزه اعجبها شكل اسنانها زي ما هي، خلاص نعملها لها زي ما هي بالظبط. وده الارت بقى، ان انت تعملي لكل واحد اللي هو عايزه. يعني انا عايز سناني كده عجباني، بس السنتين دول مضايقني، خلاص فاين، نخليهم ايديال وما نلعبش في السنان اللي بعد كده. وبالميكروسكوب او بالبتاع نقعد نلون ده التكبير بقى، وان انا شايف على سكيل مختلف، تكنولوجيا مختلفه، ساينس مختلف تماما. يعني نوع من انواع العلوم يعني طبعا وي كان دو ات، بنقول للمريض ده لا ده خلاص بقى اصبح بوسيبل، وده ممكن يتعمل زي ما هنشوفه دلوقتي بعد السنة. هنشوف بقى، عايزين نشوف. احنا في عاملين سسبنس كده، يلا نروح نشوف الحاله بعد ما اسنانها اتظبطت بقى شكلها ايه ونرجع لحضراتكم.
انا مبسوطه جدا ان انا عملت سنتين اللي هم كانوا مضايقني اصلا، وكانت مشكله حياتي ان هم طالعين قدامي ومش عارفه اضحك منهم. دلوقتي ضحكتي بقت احلى كتير، وشكلهم اللي هو يعني زي باقي سناني. حاسه ان محدش ملاحظ الموضوع قوي، ودي حاجه كويسه جدا. مبسوطه بجد بشكل ابتسامتي وبضحكتي. ثانك يو دكتور شادي ودكتور محمد. ثانك يو فور تراينج معانا. زمانها مبسوطه دلوقتي بقى، ظبطت سنانها وبقى شكلها جميل وبفن وبدقه شديده. دكتور شادي انا بشكرك على وجودك معايا النهارده، وان شاء الله يكون لنا حلقات مع بعض تانية. بشكر ضيفي اللي كان معايا في فقرتي الاولى دكتور شادي علي حسين، مدرس علاج الجذور في كليه طب الاسنان جامعه عين شمس. هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع دكتور محمد فريد استشاري الجراحه العامه وجراحه الاوعيه الدمويه. فاصل ونرجع لحضراتكم.